كان بيقاوم الوجع والمرض لآخر لحظة في حياته. إن لله وإنا إليه راجعون. رحل بعد مسيرة فنية حافلة وأحزن كل جمهوره برحيله. رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين، ولكن سبب وفاته وآخر لحظاته على فراش المرض كانت مؤلمة للغاية وصادمة للبعض، خصوصا شهدت أيامه الأخيرة في حياة شرف الدين تدهور سريع جدا في صحته. واللي نشر خبر الوفاة نقابة ممثلي المسرح والتلفزيون والسينما في لبنان بالنعي يوجع القلب. وقالت النقابة: كان الكابتن فؤاد شرف الدين حتى اللحظات الأخيرة يقاوم الوجع ويكابر على آلامه، خصوصا إن كل من يعرفه يعلم تماما مدى عزيمته القوية وصموده ومقاومته لكل المحن. وخليني أعرفكم أكتر إنه الموضوع ابتدى إن هو شعر بآلام في الكلى، وبعدها اتعالج ورجع لنشاطه الفني وشارك كمان في موسم رمضان 2024. ولكن بعدها تعرض الفنان الراحل فؤاد شرف الدين لأزمة صحية مفاجئة، وهنا اكتشف انه عنده ورم في المخ، وبعدها عمل عملية دقيقة جدا لاستئصال الورم من المخ رغم انه حميد، وتحسنت حالته الصحية وكمان ساب المستشفى. ولكن فجأة تدهورت حالته من جديد وفقد كمية دم من جسمه كبيرة جدا، لدرجة انه تم التبرع ليه بالدم وراح المستشفى عشان يستكمل باقي الإجراءات، ولكن ملحقش وتوفى الله صباح اليوم الثلاثاء. وسيتم تشييع الجنازة غدا الأربعاء 29/5. واللي كتير ما يعرفوش ان الراحل فؤاد شرف الدين مواليد 1941، وبدأت شهرته في السبعينات والثمانينات في أدوار الأكشن، وشارك كمان في الأعمال المصرية مسلسل الدالي وحرب كرموز في 2018 في دور الجنرال آدم فرانك، وشارك كمان في مسلسل الأب الروحي. يا ريت كلنا ندعيله بالرحمة والمغفرة ويلهم الأهل الصبر والسلوان.